مرحبا. أنظمة إنشائية وتحليلها. تصميم مقطع جائز في نظام إنشائي هيكلي. مثال: واجهة بناء سكني مبينة بالشكل واحد. المطلوب تصميم مقطع مستطيل 20 ضرب 30 سنتيمتر، والتحقق من المتانة لجائز خرساني، يعني اللي هو الحنت فوق الباب، حنت فوق الباب اللي اسمه اي بي. تمام. تؤثر عليه فقط حمولة جدار بلوك مع الطينة على الوجهين. تخانة الجدار 15 سنتي، ووزنه النوعي 18 كيلو نيوتن على المتر المكعب. وتخانة الطينة للوجه الواحد 2 سنتي للوجهة الواحدة، ووزنها النوعي 22 كيلو نيوتن على المتر المكعب. الإجهاد المسموح للبيتون 0.7 كيلو نيوتن على السنتيمتر المربع، وللحديد 14 كيلو نيوتن على السنتيمتر المربع. والثابت ثابت اللي بتعلق طريقة المرونة اللي هو قمة زد 0.857. ورسم طلب رقم 2: رسم المقطع الأرضي حيث التسليح المستخدم فاي 12 ملم. هاي هي الواجهة، هاي عندي باب هون، هاي الحنت هياته اي بي. هاي في فوقي هون جدار بلوك، طبعا في طينة على الجانبين، الوجه الداخلي والوجه الخارجي. بدنا نصمم احنا مقطع هذا الجهاز، اعطينا الابعاد، بدنا يعني عمليا عدد الاسياخ اللي بدنا نضعها في مقطع الحنتات حتى يتحمل الحمولات اللي فوقي بحيث انه ما ينهار. رسمنا جملة إنشائية للجهاز، هاي هو اي بي، جهاز بسيط هاي هو. وحسبنا الحمولة هاي الكيو، هاي حسبناها. الحقيقة هي وزن الجدار ها زائد وزن الطينة على الوجهين زائد وزن الجهاز نفسه، جمعنا هالأوزان هاي. هاي هي هون طريقة الحساب. هاي هون طبعا 1.5 كيلو نيوتن على المتر هي الوزن الجائز. هاي هون وزن الطينة، هاي هون وزن جدار البلوك. طبعا هون استخدمنا قمة ضرب في معروف الطريقة، وجمعنا طلع معنا بالاخير 8.66 كيلو نيوتن على المتر. ها هي مبينة هنا في هذا الشكل. بدي اصمم، انا بدي اخذ العزم الاعظمي. علاقة العزم الاعظمي معروفة اللي هي كيو، كون جهاز بسيط كيو المربع على 8. حسبنا العزم الاعظمي، ها هي القيمة. طبعا مساحة التسليح من خلال طريقة المرونة، ها هي العلاقة. العزم الاعظمي على الثابت اللي اعطيناه بنص المسألة على الارتفاع الفعال للجهاز اللي هو ارتفاع الجهاز بنطرح منه طبقة التغطية اللي 5 سنتي بالجهاد المسموح به للتسليح. طلع مع الجواب هاي هو 1.443 سنتيمتر مربع. قسمته على مساحة التسليح المستخدم اللي هو فاي 12، التسليح المستخدم اللي هو فاي 12 هون بنص المسألة فاي 12 ملم. طلع معي العدد 1.276. طبعا نقرر أول رقم صحيح أكبر من هذا العدد اللي هو 2 فاي 12، نقرر 2 فاي 12 في الطبقة السفلى اللي هي منطقة الشد. التحقق من المتانة طبعا هون أخذناها من مقاومة المواد، هاي هي علاقة الجهاد الناظمي الأعظمي. طبعا هون مقاومة المواد هذا صار اسمه جهاد ناظمي أعظمي بالانعطاف اللي هو زائد ناقص ام ماكس على دبل في. دبل في هي العزم المقاوم. هون بالأنظمة الإنشائية فقط بدلت بدال الاتش بي مقاومة المواد بدلتها باتش صفر للتربيع اللي هي الارتفاع الفعال. وبعد التبديل طلع معي هاي قيمة الإجهاد اللي 0.207. طبعا أصغر من 0.7 اللي أنا معطيه هو الإجهاد المسموح اللي أنا معطيه بنص المسألة، وبالتالي المقطع متين. فيما يتعلق بالرسم، هاي الرسم 2 فاي 12 في الطبقة السفلى، و2 هون تعليق إنشائي يعني اخترنا فاي 10، 2 فاي 10. وهون أتاري الحقيقة تسليح عرضي يعني على الأقل 5 فاي 6 على المتر. أشكر حسن الاستماع.